بس انا عايزه اقول حاجه في موضوع المساكنه ده. الصراحه هو موضوع المساكنه سيبك، يعني احنا مش هنتكلم في الحته الدينيه، الحقيقه هو كده كده طبعا حرام، ده اكيد يعني. بس تعالي ناخدها من ناحيه اجتماعيه شويه. هو مفيد شويه علشان الناس بتقدر تعرف بعض بجد كويس قوي. يعني مثلا اكتر حاجه بتبين البني ادم ايه؟ العشره. لا، والسفر. لو انت ما تعرفيش يعني انت تعرفي بني ادم جامد بس عمرك ما سافرتي معاه، مش هتبقى عارفه كويس. لما تسافري معاه هتعرفي مثلا عنه شويه حاجات كده في خلال الكام يوم اللي انتوا قضيتوهم مع بعض. انه مثلا بيصحى من النوم مودي، مش عايز يتكلم قبل ما ياكل، كسول، ما بيطلعش من الأوضة، مثلا مش نظيف في البيت، بيرمي، بيعمل، بيسوي. في حاجات لازم الواحد يعيش مع الشخص عشان يعرفها. طب احنا ازاي نعرف الحاجات دي من غير ما نعمل ده؟ عشان ده حرام. الموضوع الهدف ده بس بالطريقة الشرعية يعني. بس